قلنا يجهزوه ان شاء الله رب العالمين، واول ما يجهز في الكنترول يعرفوني. مقطع الفيديو دوت عباره عن ايه؟ المقطع ده انا اعتبره اهم مقطع من مقاطع الفيديو الذي يبين تدليس وكذب هذا المدعو زكريا بطرس على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل بس ما يعرضوه اخواننا، عايز بس ادي فكره عن هذا المقطع. المقطع ده هتتفرجوا عليه. الراجل بيقول ايه في على الهواء مباشرة في القناة اللي هو بيظهر عليها وهو قاعد مع امرأة يعني تنمي كذبه. بيقول ان في صحيح البخاري حديث مؤكد عن محمد صلى الله عليه وسلم، انا هبقى اعلق على الكلام ده عن سيدنا محمد، يعني ان الخلائق يوم القيامة اما يروحوا لكل نبي من الانبياء عشان يشفع لهم يقول لست لها لست لها حتى يصلوا الى عيسى، ويقولوا هو ده اللي هيشفع فينا وسيشفع فيهم وقد شفع فيهم. نفى الشفاعة العظمى عن سيدنا محمد ويقول إنها الشفاعة العظمى لسيدنا عيسى، ويقول هذا جاء على لسان سيدنا محمد وهو في صحيح البخاري. حتى المرأة وهي قاعدة جنبه، احنا طبعا هنخفي موضوع المرأة عشان ليس في قناة الحافظ ظهور امرأة متبرجة، هو قاعد مع امرأة متبرجة. تقول له حقيقي صحيح البخاري؟ يقول لها حقيقي في صحيح البخاري. ثم بعدما ينتهي سنأتي بمقطع صوتي من على لسان أحد إخواننا جزاهم الله خير، الأخ باسورد اللي عمل المقطع ده مع قناة الحافظ على لسانه، يعني وهو يقرأ الحديث من صحيح البخاري ويبين كذب هذا الرجل الذي يلبس ويدلس على أتباعه وهم يصدقون هذا الكذب، ويريد أن يلبس على أمة سيدنا محمد، ولكن أبى الله إلا أن يفضحه أن حديث الشفاعة ليس فيه أنهم يذهبون إلى عيسى فيشفع، وإنما عيسى يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإذا كان المقطع جاهز فإخواننا يا ريت يجهزوه، الله يجازيهم خير. فطبعا إلى أن يجهز هذا المقطع أنا أعتبر هذا المقطع يكفي. هذا المقطع احنا دلوقتي عندنا قاعدة يا إخواننا، لو واحد بيتكلم في موضوع الإلهيات والرسل والدين وثبت أنه كذب كذبة واحدة فإن جميع أقواله ترد. إذا كذب على يعني من يهاجمه أو كذب على من يريد أن يبطل كلامه كذبة واحدة فإن جميع كلامه يرد ولا يقبل. فهذا المقطع هيبين لأمة سيدنا محمد ولجميع العالمين كل الناس أن هذا الرجل يكذب على البسطاء من أهل دينه ويريد أن يدلس على البسطاء من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى أن يجهز هذا المقطع احنا حطينا عنوان، هذا العنوان للحلقة يعني ولد الهدى. فنحن في شهر ربيع الأول، وهذا الشهر المبارك يعني ولد فيه كما قال جمهور أهل العلم ولد فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والجمهور أو أغلب أهل العلم يقولون أنه ولد في 12 من ربيع الأول كما بين ذلك الإمام ابن رجب الحنبلي في كتاب لطائف المعارف عندما وضع يعني بابا قال مجلس في ذكر مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ليه هتكلم عن موضوع ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واخترت حديثا بعينه؟ لأن عندما سمعت بعض المناظرات في غرفة الشيخ وسام وغيرها، يعني وخاصة في غرفة الشيخ وسام، يعني بعض النصارى يستدلون على ألوهية سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام بقوله أنا كائن قبل إبراهيم، ويقولوا أن في كلمة دي كلمة لاتينية معناها ليس لي أول وليس لي آخر، ويدلسون طيب معانا الأستاذ محمود نور الدين من القاهرة. أهلا وسهلا يا أستاذ محمود. السلام عليكم يا شيخ إيهاب. ده تشرفنا جدا يا أستاذ محمود، اتفضل. الله يخليك، جزاك الله خير. اتفضل استمع إليك. طبعا أخونا الشيخ وسام أفاض واستفاض في موضوع مهم جدا ومواضيع كتير، لكن أنا بس هقول لك على جزئية واحدة، على إن الكتاب ده ليس من كلام الله سبحانه وتعالى. تمام. والدليل من الكتاب المقدس نفسه. تمام. فنجد مثلا يا شيخ في سفر التثنية الإصحاح 31 العدد 9 بيقول وكتب موسى هذه التوراة وسلمها لكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب وجميع شيوخ إسرائيل. يبقى هنا موسى كتب التوراة وسلمها إلى الكهنة. وفي الإصحاح في سفر التثنية الإصحاح 34 بيقول إيه بقى؟ ان شاء الله بعد ما حضرتك تخلص يا استاذ محمود انا بطلب فاصل من اخواننا عشان اشرب ميه بس. بعد ما حضرتك تخلص هطلب فاصل بعد ما حضرتك تخلص. اتفضل يا شيخ. حاضر. بيقول في سفر التثنية الإصحاح 34 العدد 5 بيقول فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب
ودفن في الجواء أرض مؤاب ولم يعرف قبره حتى الآن. تمام. إلى اليوم ده اللي بيكتبوا فيه لم يعرف مكان القبر. ده مش كلام فمن ربنا. الذي كتب هذه الكلمات على الله. لسان موسى عليه السلام الله يفتح عليك. ونسبها إلى الله سبحانه وتعالى؟ ممتاز. هل موسى كان يعلم أنه سوف يموت ويدفن في هذا المكان وأن قبره لن يعرف مكانه؟ يستحيل أن يكون هذا الكلام من كلام رب العالمين، إن ربنا يقول ولا يعرف مكانه. في سفر يوشع نفس المثال. تمام. في سفر يوشع الإصحاح 24 العدد 29 بيقول: وكان بعد هذا الكلام أنه مات يوشع بن نون عبد الرب ابن 120 سنة، فكيف عرف يوشع أيضا أنه مات ودفن في هذا المكان وأن عمره 120 سنة؟ جميل جميل، الله يفتح عليك. هذا الكلام يدل دليل داخلي من الكتاب المقدس نفسه يدل على أن هذا الكلام ليس كلام الله سبحانه وتعالى. تمام. الله يفتح عليك، بارك الله فيك يا شيخ. وانا مش هطيل عليك طبعا. لا كمل يا شيخ محمود، انا معاك لغايه ما حضرتك تخلص. بارك الله فيك، جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احسن الله اليك. احنا بس اطلب من اخواننا فاصل لرغبتي في شرب بعض المياه، لان كليتي يعني تؤلمني كثيرا، ثم نعود باذن الله تبارك وتعالى، فابقوا معنا. احسن الله اليكم يا رب. فرسان السنة أعلام، فرسان السنة، فرسان السنة، لحديث نبينا خدام. فرسان السنة، فرسان السنة، شرحوا السنة باهتمام ودونوها بالأقلام، نحكي عنهم في كلمة